جراء حادثة سير وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم بالطريق السيار على بعد 41 كيلومتر عن مدينة أكادير. الحادثة نجمت عن اصطدام شاحنة بحافلة لنقل الركاب، مما أدى إلى اندلاع النيران في هذه الأخيرة. روبورتاج العبد النيلي ومبارك زماني. استقبل مستشفى الحسن الثاني بأكادير 11 قتيلا و18 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، 4 منهم حروقهم بليغة. عدد المصابين في الحريق الذي شب في الساعات الأولى من صباح اليوم بإحدى الحافلات بالطريق السيار على بعد 42 كيلومتر من مدينة أكادير. استقبل مستشفى الحسن الثاني 22 حالة فيهم 4 حالات خطيرة. تم توجيه حالة واحدة ستوجه إلى مستشفى الجامعي بمراكش، بينما استقبل مستودع الأموات 11 جثة. الحريق شب في الحافلة على مستوى منحدر بالطريق السيار بعدما تفاجأ السائق بالنيران التي شبت في الحافلة من الأمام حسب قوله. أنا غادي نقيت تشعلت لي العافية، نهبط بمسك تشعلت لي العافية في الطابلو قدامي. صافي العافيه كثيره، حيت شيت واحد الكاميرا غير في الجنب، حيت شيت هو الكاميرا اصلا كان معمر لوسط الطريق. وقفت ما بغاوش البيبان يتحلوا لان العافيه تجادات. صافي كنقلبوا، صافي هرست الشجاجه اللي جنبي وبدانا كنزلوا الناس اللي قدينا عليهم اللي ناعسين. بدا نمشي طيطي على شي، خرجت انا، خرج واحد الاخ ديالي، الاخ الاخر جاي في الدرجه بغى يخرج مسكين، جرو هذا السيد توفى في الباب، شدت فيه العافيه، بقى شد فيه العافيه حتى مات. بالنسبه للاخ اللي توفى كاين البارير ديال التروطوار والكار، تخشات ليه رجلو ما بين الكار والتروطوار، طاحت الماكينه والعافيه، كان جرو تاع عينا الغالب الله. ومباشرة بعد وقوع الحادث هرع إلى عين المكان رجال الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية بأكادير الذين قاموا بكل الإجراءات الضرورية، كما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.